كيفكم شخير؟ اليوم راح أقول لكم قصة صارت للبنت يعني بنت من روبلوكس بدكم تتعلمون منها، ويا رب تعجبكم القصة. قبل لا تشوفون قصة الفيديو لا تنسوا لايك سبسكرايب تشتركون قناتي عشان أسوي شغل روبلوكس. طبعا القصة هذه صارت في 2018 19 ما أدري كم، بس أنا ودي أقولها عن طريقة اسمي، يعني عن نفسي، فهمتم؟ ما أدري كيف. هذه البنت شو اسمها، كانت تعرف على صديقة. أبيكم يعني ما تعرفون على صديقة إلكترونية. هذه البنت يعني عندها صديقة إلكترونية، ضافت سناب انستا كل شي، لها سنة هي معهم بس ولا مرة قد شافوا بعض. مثلا أنا بسميهم إلكترونية اسمها سارة، والإلكترونية اسمها لما، وأنا اسمي معهم. طبعا أنا طبقت القصة صارت أنا عرفت على صديقة لما اللي هي إلكترونية، ولين كذا جتني مرة بالسناب قالت لي ممكن نتقابل قبل أسافر. هي كانت بتسافر يعني، فكانت بكرة بتسافر، فقالت ما يرضى أهلي وكذا بس بحاول تنقطع كحاول. أنا بكرت الكلمة، قالت لي أوكي. رحت أنا قلت لأمي يما أنا أبي شو اسمه أروح صديقتي لما لا ما قلت لما عشان ما تقول لي لا أنا ما نعرف. رحت صديقتي اللي تعرفينها أبي هذه صديقتي المقربة مرة، فقلت اوكي ان احنا كذا ننام كذا. قلت لها اصلا ابي صديقتي لما عجبتني كذا. قالت لا خلت نقط فيها ندرس. قلت لها ما هذه صديقتي من سنه ودي اني اشوفها قبل اسافر. قالت امي طيب. رحت لما وصلتها قلت امي وافقت بروح اي مول. قالت خلينا نروح مول ما ابغى اقول اسمه الفلاني. قلت انا تمام. رحت المول قلت سواق يلا وداني. السواق استغرب شوي قال يعني غريب اني اروح انا لحالي. قلت روح المول الفلاني وراح ونزلني. طبعا قالت لي هي تعالي خل نروح كافيه عشان كذا. قالت لي لما خل نروح كافيه عشان تسمع شوي نتروق كذا بعدين نروح نتسوق. قلت تمام. جت سلمت وكانت مرة يعني البنت مرة كيوت وما شكيت بالبداية، ما شكيت شيء. قلت لي شوي نروح فوق بعد ما تسوقنا. قلت شوي نروح فوق نسوق. امي قالت لي حذرتني قالت ما تروحي مكان فيه ما في ناس، والفوق يمكن كم شخص فيه بس كان في امن يعني شرطة. فأنا ما سمعت كلام أمي ورحت للأسف فوق. قلت خلنا ندخل محل ما كان فيه رجال وغرفة قياس وأنا ولما، وكانت تصل الأنوار مطفية شوي مرة ما في يمكن اللمبة تصيب مولعة المحل كلها. واختارت لي قلت والله إن هذه هديتك لي قبل السفر. لما أعطتني هدية باي وأنا ما حبيت إني أكسب خاطرها وخذيتها. قلت روح جلست بغرفة القياس. رحت غرفة القياس طبعا ما في إلا نور السيب اللي أقدر أشوف، بس كنت أقدر أشوف العباية عليه. كان وراي كله كراتين أوريدي كراتين، فأشوف كرتون بس تحرك أبسيط وعلى رجال يسحبني ما قدرت أصرخ ولا شيء. ليش هدتني قال تطلعي تبيني أفكك لازم تدخلين عند إيش الراعي ما حد تسرقين فلوس. أنا قلت لا ما أقدر. قال أعطيني كذا أعطيك. أعطيته ما قدرت. بديت على هو قال لو ما تدين المبلغ الفلاني راح المبلغ هذا مرة كبير وأخوي ما يقدر يدبره. فإحنا أنا شو أسوي؟ قلت خلاص بروح أسرق منه. يوم طلعت ما في أحد لما مجنون راحت أحط رجلي يعني مرة انحشت. بعد ما انحشت أروح الأمن. أول ما أجي الأمن أقول لهم تعالوا هالمحل الفلاني وفي أحد. رحنا بفتياس ما لقينا بس فيني أمن كذب. قلت أنا عندي دليل. دقوا على أخوي الرجال دق عليه. ورحنا غرفة الشرطة. طبعا أخوي قال لهم كل شيء صار طلع صدق. ولما بلكتني أول مرة جات طبعا أمي بكت كذا وبلكتني بكل الأماكن. مرة استغربت منها بلكت سناب انستا تليجرام كل شيء. وللأسف مسكوه وطلع يعني مسويها من أكثر مع بنت. ولما ما أدري وين راحت ما أدري وين راحت يعني على طول اختفت. أتوقع كانوا متفقين. فايدة ما قصر منكم ما تتعرفون من أي أحد. صح الفايدة يعني أعيدها أنكم أبدا ما تتعرفون من أي أحد إلكتروني، وخليكم مع نفسكم أو مع صديقاتكم. ما تسحبوا صديقاتكم مجلسة لا تصدقون إلا قريبة منكم مرة. فبس أتمنى إن عجبتكم القصة. لا تنسوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا قناتي عشان نسوي سحب. باي.